ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ عملوها الأسود، عملوها أبناء الملوك، وانبهار وصدمة الإعلام المصري بعد التأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى أولمبياد باريس على حساب المنتخب المالي العنيد ونهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام لمواجهة المنتخب المصري. مبدئيا لو شايف ان مباراة المنتخب المصري مع المنتخب المغربي في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام هتكون الأقوى في البطولة، ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الإعلام المصري بعد الفرحة والسعادة الكبيرة بتأهل المنتخب المصري على حساب المنتخب الغيني إلى أولمبياد باريس ونهائي كأس الأمم الأفريقية لأقل من 23 عام، صدم بعد تأهل المنتخب المغربي اللي كان متوقع بكل تأكيد. ولكن أداء المنتخب المغربي بعبد الصمد الزلزولي بأمير ريتشاردسون وكمان عندك الصيباري لعيبة تقيلة جدا، لاعبين هيشكلوا خطر كبير على دفاع منتخبنا. المنتخب المصري حاليا وبفضل الله هو المنتخب الوحيد في البطولة اللي لم يتلقى أي أهداف، ولكن في مقابل دوت للأسف عندنا عجز كبير في تسجيل الأهداف. كل مباراة بنفوز فيها بنسجل فيها هدف وحيد بشق الأنفس أو هدفين حصلت مرة واحدة أمام الجابون. ولكن المنتخب المغربي بخماسيته أمام المنتخب غانا أرسل رسائل تحذير وتهديد لكل المنتخبات في البطولة من ضمنهم المنتخب المصري، وكمان فوز اليوم على واحد من المنتخبات الحقيقة العتيقة والقوية جدا والسريعة، المنتخب المالي. فبالتالي احنا حاليا بنستعد لمباراة بين أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم يوم 8 يوليو القادم بإذن الله، مباراة فعلا منتظرينها. كمان الإعلام المصري أثنى بشدة على أداء المنتخب المغربي أمام المنتخب المالي اللي بالمناسبة منتخب مصر واجه معاه صعوبات كبيرة جدا وفزنا عليه بشق الأنفس بهدف دون رد بعد ما تعرض لاعب من ضمنهم للطرد. ولكن المنتخب المغربي اليوم بتأهله إلى أولمبياد باريس ونهائي كأس الأمم الأفريقية على أرضه أمام جماهيره والجماهير القوية اللي شفناها اليوم وفي باقي مباريات البطولة، أعتقد أن البطولة هتكون صعبة جدا على المنتخب المصري. فألف مليون مبروك للمنتخب المصري والمنتخب المغربي تأهلهم إلى أولمبياد باريس ممثلين عن قارة أفريقيا وكمان لنهائي كأس الأمم الأفريقية. المنتخب المصري اتأهل للعام الثاني على التوالي والمنتخب المغربي اتأهل وبيستعد لحصد اللقب. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولينك الفيسبوك في أول كومنت. اعمل